السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وأصدقائي أصحابي، مع يوميات أم هنا. صباح جديد، صباح حلو مفترج علينا يا رب. في أول حاجة هنصلي على النبي ونوحد الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالوا النهاردة، فاكرين براطيم الإزاز اللي كنت قايلة لكم عليها؟ لازم نحافظوا عليها ونحطوها جوه عنينا عشان هي ليها إفادة معانا. يعني ما اقولكمش عليها، انا بحافظ على لو برطمان اتكسر مني انا بزعل، ولو برطمان صلصة خلص انا بحافظ عليه زي عينيا، ما برميش حاجة، وبالذات البراطيم الازاز. صلاتكم على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي وحدوا الله. احنا النهارده رحنا السوق، وزي ما انتوا شفتوا الفيديو شارح نفسه ازاي. اي حاجة انا جايبة فول، عدس، احلى منظمات تحطي فيها ملتزمات بيتك من غير ما تبوظ ولا يهمها لا شتاء ولا صيف. يعني في الصيف تحطي فيها ما ترطبش، في الشتاء تحطي فيها ما ترطبش، وفي الصيف تحطي فيها برضه بتبقى زي ما هي. اول حاجة الحاجات البيضة اللي انتوا شايفينها دي كاستر، لبن بودرة، لبن بودرة وكاستر ونشا وكريم شانتيه وجوز هند. دول الحاجات البيضة اللي انتوا شايفينها في الكاميرا، حبيت اقولها لكم. وانا حاطه لزقه كاتبه عليها كل حاجه بالورقه، وكاتبه عليها يعني الحاجات دي حبيت أكدكم عليها. ده عسل، طحينة، برضو ده الأسود ده عسل، ده طحينة. الطحينة والعسل بحطهم في التلاجة. المعلبات اللي بتقعد معايا الفترة دي بحطها برضو في التلاجة. صلاتكم على النبي. لو وصلتم معايا في الفيديو الحلو قوي ده اللي كله شجاعة وتوفير وهيوفر معاكم، أنا بقول شهر بس أنا عندي أنا بيقعد بالشهرين، بيقعد بالشهرين. يعني أنا لو قلت لكم إن الحاجة دي بتقعد بالشهر يبقى لا، أنا بتقعد معايا بالشهرين. وغير بقى جبنة للأطفال، كل اللي انتوا شايفينه ده الفيديو شارح نفسه. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واذكروا الله، ولازم تحطوا لايك واشتراك عشان القناة تكبر وتكبر بيكوا يعني. دي سميد، فنكوش، آم، آه، ده اسمه عدس بجبة، عدس أصفر، فوق كل ده. جايبة للمشروبات عناب، برضو دي حاجات للمشروبات، عناب، كمون، ياسون، حلبة، كل دي برضو أنا جايبها للمشروبات. يعني أنا الفيديو جايبة منه حاجات للمشروبات، حاجات للأكل، للحلويات. الحلويات دي بتفضل معي بالشهر والاتنين. أنا دي البواقي كانت باقية عندي لما غسلت العلب، بعد ما فضيت الحاجة حطيتها تاني، يعني رجعت الحاجة دي تاني. صلاتكم على النبي، اذكروا الله ووحدوا الله. وده زيتون كنت لاقيه في السوق وانا بحبه بصراحة بجيبه، بس ده بجيبه بالاسبوع يعني، فانا جبته حبيت اوريهولكم. برضو بيتحط في البراطيم الازاز عندي كاني انتي مخزنها. دي ملوخية ناشفة برضو بحطها. كل حاجات بيتي انا بحطها في الحاجات دي. انا بقول ليه انا بقى جبت لكم الفيديو ده، بديكم افكار. وكل الحاجه اللي انا جايباها دي انا كده كده بجيبها في بيتي، لكن انا بديكم افكار ان انتوا تستعملوا الحاجات دي في ايه، وتحطوها في يعني عند الحاجات دي واحط فيها ايه. يعني انا البرطمان اللي عدى ده دهن انا مسيحاها، فانا بديكم افكار انه لو حد عنده براطيم ازاز يحافظ عليها ويستعملها زي ما انتوا شايفين كده. صلاتكم على النبي. بنرتبها بقى وبتعبي الحاجة بتاعتك وبتفضل وضمناها، ولا بتدي روايح ولا بتدي اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي وحدوا الله. ربنا يا رب يباركلنا في بيتنا وفي ولادنا وفي حبايبنا، وباركلنا في حاجتنا ويزيدها بركة ما تخسش. كل ما تاخدي منها السم بسم الله وتذكري الله الحاجة بتزيد ما بتخسش. والله العظيم لو حاجات بسيطة انت جايباها ببيتك وطول ما ذكرت عليها اسم الله هي بتزيد، وطول ما بنذكر الله الحاجة بتزيد ما بتخسش.
صلاتكم مع النبي. وكده ابتدينا نرصه في دولاب المطبخ بتاعي المتواضع، وحاجتي اللي على قد ايدي، اللي هي بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر. ربنا يا رب يبارك لنا في كل حاجة. ولحد كده ما تنسوش اللايك والاشتراك، ومع الف سلامة. مع السلامة.